نشرة جديدة نبدأها من قناة أخبار كرة. مرحبا بكم، ونبدأ من إسبانيا، حيث أكدت مصادر صحفية إسبانية أن نجمي فريق برشلونة الإسباني نيمار دا سيلفا وليونيل ميسي أعطوا الموافقة على التعاقد النادي مع نجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي ديلي ألي. وبحسب صحيفة إكسبريس الإنجليزية فإن اللاعب أصبح أحد أهداف البلاوغرانا في سوق الانتقالات الحالي بعد فشل التعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي من صحف باريس سان جيرمان الفرنسي. ويسعى برشلونة لتقوية خط وسط الفريق تحسبا للموسم المقبل، حيث سيكثف من مجهوداته الأيام القادمة من أجل الدولي الإنجليزي الشاب. من إسبانيا إلى إنجلترا، حيث تناولت وسائل الإعلام الإنجليزية مكالمة هازارد لزيدان والتي أكد له من خلالها على عدم رغبته في الانتقال لريال مدريد الإسباني الموسم القادم. فقد تحدث هازارد مع زيدان إثر اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه، حيث أكد له على أنه لا يود الرحيل عن تشيلسي خلال الفترة المقبلة، حيث يعد الطموح الأكبر للنجم البلجيكي هو حصد المزيد من الألقاب رفقة ناديه تشيلسي. من إنجلترا إلى إسبانيا، حيث كشفت صحيفة ماركا الإسبانية على أن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة أبلغ إدارة فريقه برغبته بالتعاقد مع لاعب تشيلسي الإسباني سيزار أزيبيلويكا، حيث يرى فيه الحل الأمثل لتعزيز مركز الظهير الأيمن، متجاهلا بذلك مساعي الفريق لضم هيكتور بيليرين من أرسنال. وفي الأخير نرجو من مشاهدينا الكرام الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد القناة، هذا فضلا وليس أمرا، وشكرا لكم.